والله يا جماعة أنا بنفس ذات نفسي بحاول أقنعني إن الكلام ده بجد ولا بحق وحقيقي مش عارف والله إيه الحكاية بالظبط. دي حكاية مش قادر أتخيل. حسام حسن واقف على الخط بره وبيندى على محمد صلاح بيقول له ما تلعب يا ابن تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. أهلا بيكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة التمنية الثانية النهاردة، ومعانا طبعا بإذن الله حلقة السهرة زي ما اتفقنا في حلقة الصبح. في البداية وكان معتاد الدعاء لأخواتنا في فلسطين بالنصر القريب يا رب. أستأذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمة والمغفرة رحمة الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وايه موضوع الازمه الجديده اللي بيواجهها الجهاز الفني قبل مباراه شباب بلوزداد الجزائري؟ النهارده ناس كتيره ابتدت تتكلم عن ان النادي الاهلي هيكون عنده ازمه في عوده بيرسي تاو من بطوله كاس الامم الافريقيه واستعداد لمباراه شباب بلوزداد الجزائري، رغم ان على ارض الواقع لما تيجي تفكر فيها كده مفيش ازمه ولا حاجه. يا جماعه فين الازمه؟ قال لك اصل منتخب جنوب افريقيا لو تاهل للمباراه النهائيه، طبعا منتخب جنوب افريقيا هيلاعب بكره ان شاء الله منتخب نيجيريا في دور نصف النهائي. لو تاهل المفروض ان المباراه بتاعه النهائي ان شاء الله هتكون يوم 11. طيب فين المشكله برضه يا جماعه؟ انا مش شايف. قال لك اصل ما امتى بيرسي تاو هيلحق النادي الاهلي عشان يكون جاهز معاه في المباراه؟ لو جينا بصينا لها بهدوء كده يا جماعه، بيرسي تاو لو تاهل للمباراه النهائيه ان شاء الله المباراه النهائيه هيخلصها قبل 48 ساعه من موعد السفر للنادي الاهلي للجزائر. اذا هو عنده اكتر من اختيار. ممكن يرجع يقابل النادي الاهلي هنا في القاهره وينطلق مع البعثه من القاهره للجزائر، او ممكن يسافر مباشره من كوت ديفوار للجزائر ويكون موجود مع البعثه هناك ان شاء الله. السؤال الاهم بالنسبه لي هو مش بيرسي تاو هيلحق البعثه ولا لا، بيرسي تاو هيكون جاهز على المستوى البدني ولا لا، خاصه ان احنا عارفين ان بيرسي تاو يعتبر من اهم لعيبه النادي الاهلي مع مارسيل كولر في بطوله دوري ابطال افريقيا. هنتابع القصه دي خلال الايام اللي جايه ان شاء الله وهنشوف. لكن تعالى بقى لسؤال مهم جدا، يا ترى هل دي تدليسه جديده اتحاد كره القدم المصري بدون ادنى اسباب يا سبحان الله هيمد بسببها فتره ايقاف القيد؟ النهارده رسميا نادي الزمالك بعد يومين او 3 ايام من الغموض، محدش عارف ايه اصابه محمود حمدي الونش، هو فين؟ مش ظاهر ليه ما حصلش اي تقارير طبيه نزلت تم يعني نشرها في الاعلام عشان الناس تعرف هو الونش مصاب وعنده رباط صليبي فعلا ولا لا؟ النهارده ورسميا يا جماعه نادي الزمالك بيعلن اصابه بقطع جزئي في الرباط الصليبي بالنسبه لمحمود حمدي الونش، ويعني بالنسبه له قدر الله ما شاء فعل. والله لاعب محترم، لاعب خلوق، لاعب مميز جدا على المستوى الفني. بيفكرني كده محمود متولي عندنا، الاثنين لعنه الاصابات تقريبا قاضيه عليهم بنسبه كبيره جدا. متولي ان كانت عنده اصابات كتيره جدا، محمود حمدي الونش الرباط الصليبي الثالث في ظرف 3 سنين، يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. لكن تعالى بقى للجزء الثاني اللي يهمنا في موضوع القيد. المفروض ان اتحاد الكوره ميعاد القيد بتاعه بيتقفل امتى يا جماعه؟ على حسب اخر يوم بيحددوه في سوق الانتقالات بيتقفل عصرا. طب احنا النهارده بنتكلم الساعه 6 7 دلوقتي، هو ما قفلتوش ليه اتحاد الكوره باب القيد؟ طيب هل الكلام ده هيخلينا طبعا لنادي الزمالك بعد ما كانوا بيقولوا النادي الاهلي مدوا له القيد عشان يعيد حارس جديد، هل بقى نادي الزمالك هيمدوا له القيد دلوقتي عشان يتصرف في مكان لمدافع جديد؟ طبعا كلنا عارفين خلال الايام اللي فاتت نادي الزمالك المفروض كان بيتفق مع احمد حسام مدافع نادي الجونه، وفجاه الاتفاق وقف. ليه وقف؟ لان نادي الزمالك استكمل القائمه بتاعته بالكامل، قائمه ال 30 لاعب اللي بيكمل بيها لنهايه الموسم. يبقى الزمالك عشان يخرج محمود حمدي الونش او يخرج اي لاعب مكانه ويضم مكانه احمد حسام محتاج بقى اجراءات اداريه والكلام ده يا جماعه بصفقه تخلص بصفقه ثانيه تخش مكانها في القائمه، الكلام ده مش هيخلص خلال ساعات. اذا سؤال وهيجاوب عنه الساعات اللي جايه ان شاء الله، هل اتحاد الكوره فجاه كده سبحان الله من غير ما حد يعرف ايه السبب يمد فتره القيد كام يوم جداد؟ تعالى بقى قبل ما نروح للخبر الاخير اللي عامل حاله جدل كبيره جدا، تعالى نروح لموضوع مهم جدا اتطرح على مدار الساعات اللي فاتت، ومش هقول لك مين صاحب الخبر الا في النهايه. استكمالا الخبر اللي قلت لك عليه في حلقه الصبح ان امير توفيق رحل عن منصب مدير التعاقدات رسميا داخل النادي الاهلي، والحمد لله بركه يا جماعه والف الف مبروك. لكنه بقى في شركه الكوره كرئيس تنفيذي ليها. طبعا في اخبار ابتدت تطلع بعدها تعقيبا على الخبر ده. طيب ايه يا جماعه الاخبار دي؟ قال لك ده امير توفيق غضبان جدا. الله ليه يا جماعه غضبان جدا ليه؟ ده الراجل بقى المدير التنفيذي لشركه الكوره، ايه اللي هيزعله في كده؟ قال لك لا اصل امير توفيق ما كانش عارف بالقصه. ازاي يعني؟ اتقال ان امير توفيق خير الله ما جعله خير كان مسافر مع اسرته للرحله يا جماعه، والراجل من باب الصدفه كده بيفتح التلفزيون، ففتح التلفزيون وهو في السفر بره البلاد على قناه النادي الاهلي، ففوجئ بكابتن عادل القيع قاعد قدام الشاشه بيتكلم. قال لك لما اقعد مع عدوله كده اشوف هو بيقول ايه، فلقى كابتن عادل القيع بيقول ان امير توفيق رحل عن منصبه في اداره التعاقدات وتم تعيين مروان النائب مكان منه. طبعا الراجل اتفاجئ جدا وبقى غضبان. الكلام ده عامل حاله جدل كبيره جدا داخل النادي الاهلي لان في تخبط اداري والكلام ده ما ينفعش، عيب كده. طارح الخبر كمل كلامه وقال يا ترى بقى هل هيبقى في اجتماعات طارئه خلال الفتره اللي جايه لتوضيح الصوره لامير توفيق لان عيب اللي حصل معاه ده؟ مين بقى طارح الخبر ده يا جماعه؟ كابتن احمد شوبير. وخلي بالك كده من التايم لاين اللي احنا هنتوجه ليه خلال الفتره اللي جايه من اخبار كابتن احمد شوبير عن النادي الاهلي تحديدا. كابتن احمد من بعد الحوار اللي دار حوالين مصطفى شوبير وانه هيجيبوا له حارس لنفسه داخل النادي الاهلي في فتره
غياب الشناوي بداها اولا مع خبر انتقاد لاداره النادي الاهلي في نقطه التخلي عن محمود متولي واحتماليه خروجه في سوق الانتقالات الحالي، وزق في الخبر كده يا جماعه محمود متولي النادي الاهلي بيبيعه زي ما باع مصطفى اشرف. هو ما قالهاش كده تحديدا، بس كان هو ده اللي يقصده من الكلام لما قال ان متولي هيتعامل معامله ايمن اشرف داخل النادي الاهلي. طب ماله ايمن اشرف يا كابتن شوبير؟ ايمن اشرف كان وجهه نظر فنيه من المدير الفني، طبعا من باب زق الاخبار بتاعه تخليص الحق والانتقام من اداره النادي الاهلي. كمل النهارده بالخبر بتاع ان امير توفيق حصل فيه سقطه اداريه كبيره جدا بعدم ابلاغه بالقرار، وهو ده اللي عامل حاله غضب كبيره جدا في واحد من كوادر النادي الاهلي المهم. يا كابتن شوبير بلاش ينطبق عليك الحديث بتاع اذا خاصم. تعال بقى قبل ما نروح للخبر الاخير، تعال اولا لبالونه الاختبار اللي طلعت على مدار الساعات اللي فاتت وفجاه بقت امر واقع متقبله كل الشعب المصري وجمهور كره القدم المصريه. يا جماعه خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا اخبار كتير عن مين هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. شويه قال لك كيروش، شويه وقال لك لا مش كيروش، ده في هيرفي رينار، ده احنا واقعين لكم على مدرب اوبا بقى. طبعا هيرفي رينار طلع بعديها اخبار، انا قلت لك الكلام ده هيكون صعب جدا تحقيقه على ارض الواقع. واللي سمع كلمه ان انا بقول لك ان الاخبار بتاعت المدير الفنيين الاجانب دول هم مجرد اخبار بص العصفوره او ادوش الدوشه بدوشه اكتر من دوشتها. واللي سمع الكلام ده يقول لي حصل يا دوله في التعليقات. اتقال لك ان هيرفي رينار قريب جدا لكن عنده مشكله انه بيدرب منتخب فرنسا للسيدات والراجل مكمل معاهم لما بعد شهر 7 لما يخلص اولمبياد، وده طبعا بعيد عن المواعيد الخاصه بمباريتين منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي هتكون في شهر 5 اللي جاي. طيب ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ فجاه وبدون مقدمات ابتدى الاعلام المصري يتكلم عن وجود حسام حسن كمرشح اول محلي لقياده المنتخب، رغم ان سياده الوزير نفسه وزير الشباب والرياضه طلع خلال الفتره اللي فاتت وقال لك لا 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 يا جماعه ما فيش كوادر محليه معده بشكل كويس ولا يصلح للمنتخب غير مدير فني اجنبي. الله، امال ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الموضوع ما بقاش بالونه اختبار. كابتن حسام المفروض كان من خلال ساعات كان في اجتماع مع وزير الشباب والرياضه وكان في اجتماع مع اتحاد كره القدم المصري عشان يتولى المنصب فعلا ويحدد الجهاز الاداري بتاعه يا جماعه. فبعيدا بقى عن المؤيدين اللي بيقول لك حسام حسن يستحق ان هو يجرب مع منتخب مصر، حسام حسن شخصيه قويه جدا وهو ده التوقيت اللي نعيد فيه تجربه حسن شحاته مره ثانيه. وما بين معارض بيقول لك حسام حسن ايه هو عنده خبرات تدريبيه ايه الالقاب اللي حصل عليها خلال الفتره اللي فاتت. رايي الشخصي يا جماعه في الموضوع بصراحه ما كانش هو الاختيار الافضل. ليه؟ لو بتتكلم عن كارلوس كيروش لانه مدرب عنده خبره وعنده شخصيه قياديه فهو موجود. لو بتتكلم عن حسام حسن ان هو عنده شخصيه لكن ما عندوش خبرات سابقه وما عندوش القاب قبل كده فهو موجود. لكن الموجود واللي فيه كل الصفات دي يا جماعه هيرفي رينار. الراجل شخصيه، الراجل خبرات، الراجل بطولات حقيقيه حصلت فعلا في بطوله كاس الامم الافريقيه وكان هو الاختيار الافضل. الله، طب ليه حسام حسن هو اللي قرب بالشكل ده؟ لان اللي ببساطه يا جماعه انه عرف السبب بطل العجل. حسام حسن هو زي ما بنقول كده بالنسبه لاتحاد الكوره ضرب اكتر من عصفور بحجر واحد. اولا مدير فني محلي مش هيكلف الاتحاد فلوس او دولارات، لان من الاخر كده روي فيتوريا شفط يا جماعه الدولارات اللي موجوده في الاتحاد خلاص، ووزاره الشباب والرياضه قالت لاتحاد الكوره صرف نفسك بنفسك، انا مش دافعه دولارات مره ثانيه خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي تعالوا بقى نجيب حسام حسن نديله الراتب بتاعه بالجنيه وفي نفس الوقت امنا النقد الكبير جدا اللي بيوجهه لنا جمهور الكره المصريه، ولو خسر الفتره اللي جايه ما تاهلناش لكاس العالم هوبا يشيل الليله. حسام حسن هو كان الاختيار الاسهل بالنسبه لاتحاد كره القدم المصري، وانا مش صعبان عليا في الكلام ده كله الا حاجه واحده بس يا جماعه، كابتن محمد يوسف. يا ترى الاوردرات دلوقتي اللي البرامج اتفقت معاه فيها ان هو يطلع مدير فني لمنتخب مصر هيرجعها ازاي دلوقتي؟ من هنا لبالليل لغايه ما يكون قرار رسمي ان شاء الله هنتابع وهنشوف ونتابع اخر جديد اخبار سوق الانتقالات في الدوري المصري وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.